عارض أبي أتزوج، واي يجون علي وتكون المواصفات زينة، بس ما أعرف ليش ما تصير. بيقولون عندي عارض، عندك نعل. هي هذه اللي يقولون هي السبب في التعطيل. ليش؟ أنا يوم شخص يملي علي فكرة، ترى أنا عاشرتهم هذيلا حقين العارض اللي فيهم ساحر، اللي فيهم مطوع، المهم كل حد عنده مصلحة إنه يقول لك إن عندك شيء، أوكي، عشان هو اللي بيستفيد لما يعالجك. إذا عالج طبعا، أكيد ما راح يعالجه. هذه الفكرة بنات، أي حد يقول لكم عندك شو يقولوا له؟ جن عاشق، عارض، ما أدري وشو. هي هالحاجات مش إنها مش موجودة، لكن هذه الحاجات أو هذه الأمور أو هذه الأشياء الميتافيزيقية، الباراسايكولوجيست، هذه تتفعل لما أنت تؤمن فيها. أنا عندي مشكلة، يا إني آمن في القرآن، والله إذا أنا مسلم، إذا أنا مسيحي آمن في الإنجيل، أنا يهودي آمن في التوراة، حسب ديني، حسب اللي أنا، الكتاب اللي يناسبني، الكتاب اللي يشتغل مع الدي ان اي حقي. أنا ولدت في هذا المكان بهذا المعتقد، لأن أنا هذا المعتقد وهذا المكان مناسبيني كجينات، مش أنا ما انفرضوا علي، هم مناسبيني. فإذا أنا مسلم، قرآن يقول إنه ما في ضرر من هذه المخلوقات عليك في حال أنت كان عندك نية صافية، لا يتسلطون عليك. حتى إبليس لما قال لربنا، قال له انظرني، أوكي، قال اذهب إنك من المنظرين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال له عادي، حر، سوي اللي تبي، قعد لهم صراط المستقيم، سوي اللي تبي. اللي يتبعونك منهم يستاهلون، أما اللي ما يتبعك ما راح تضره. طيب مين يضرني والله معاي؟ يضرني تابع، يضرني جن عاشق، وهذا الجن ترك قبيلته كلها، والجنيات اللي يتشكلون بالاشكال اللي هم يحبون. عادي تتشكل انجلينا جولي الجنيه، ويجي لي لا، ما في برزخ بيننا وبينهم، في حاجه بيننا وبينهم، يرونكم من حيث لا ترونهم، ما ينفع. فهذه مي بصح، تابعه. هذا سوق الان، صار سوق كبير يا بنات، سوق ناس واجد مستفيده منه، اللي يقرون تاروت مستفيدين منه، والسحاحره مستفيدين منه، والكذاب مستفيد منه، والنصاب مستفيد. عندش تابعه، عندش. اذا اقتنعتي في الفكره، اي نعم والله، لو تلتقين في الامير اللي كان رايح له، شو اسمها، سندريلا، راح يطفش. ليه؟ لان حقلك الطاقي موجود فيه هذا المعتقد، فمأثر على تردد داخلك، مو على برا، من جوا وانت ما تدرين. فبالتالي هذا الشخص يروح او ماتم من غير ما تعرفين شو السبب. الحل اني انا احس ان ربي معاي، انا ربي معاي، انا لا قتلت، لا سرقت، لا كلت حق انسان، لا سعت رجولي في شيء حرام، لا سعت يديني في حرام، لا شهد زور على حد، لا قلت هذا ضروه، هذا سووه، لا قعدت افكر شلون اذي الناس. هل يعقل اني انا اكون انسان واحاول اتصرف بنقاوه؟ ما في حد كامل في العالم كله، وانه يجيني ضرر من جني تافه لما تفين على شمالك 3 مرات يطير، يتبخر. ليش؟ لان النفس حقك طاقه معاكسه لطاقته، هو مخلوق من نار، انت ينفسك بالنسبه له ثلج، يذوبه، يروح بكذا ويروح بايه. هذا التافه اللي مره تافه يروح بتفله، معقوله يدمر حياتي كانسان؟ ايش التفاهات يا مامي؟ والله بنات تزعلوني منكم تمشون ورا هالنصابين وهالدجالين وهالكذابين وهالسحاحره. والله لا، احط عيني في عين الله. يا رب انا اطلبها منه، يا رب انا بتزوج، يا ربي انا ابي ارتبط، ابي انسان احبه ويحبني، ما اقول ابي واحد بس يحبني لانه ما راح يصير في توازن، ما راح يجي. يا رب ابي انسان انا احبه واسعد بحبه وهو يحبني.